السلام عليكم أصدقائي، يا حي الله بكم. أنا اليوم سيف وياكم. اليوم عندي حلقة راح أتكلم بيها عن الحياة بصورة عامة في تركيا وفي قبرص. وراح أحكي لكم، طبعا راح أحكي هذا الكلام هو كلام بديهي بدون لا كاتب ولا محضر ولا أي شيء. راح أحكي لكم واقع إنه أنا أعيشه. عشت بقبرص وحاليا أعيشه في تركيا وفي إسطنبول. والمقارنة بسيطة، راح أتكلم لكم نبذة مختصرة عن الحياة والدراسة بتركيا والحياة والدراسة في قبرص. طبعا أنا شخصيا إنه عايش هاي الحياة الجامعية هنا، والتمست بعض الشغلات اللي هي مو موجودة ببلدي وموجودة هي هنا. يعني من أهم الشغلات، أكو شغلات إيجابية وأكو شغلات سلبية نوعا ما، ولكن إنه خلينا إيجابيين ونبدأ بالإيجابيات. مثلا على سبيل المثال، إنه أنت راح تلاقي هنا مجتمع طلابي جيد جدا. راح تلاقي إنه مكان المواصلات من وإلى الجامعة، راح طبعا بتركيا جاي اتكلم، راح تلقى مكان من والى الجامعات مواصلات سهله ومريحه ورخيصه. يعني على سبيل المثال، انت مثلا عندك كارت الطالب مال المواصلات، انت تشترك ب 150 ليره، ما تعادل اقل ال 10 دولار، تقريبا 7 دولار. انت بهذا الكارت الطالب مال المواصلات انت بامكانك تختار كل تركيا مجانا بدون فلوس. لك 200 ركبه بالشهر الواحد. 200 ركبه هاي ما تخلص، تقدر تستخدمها بالمترو، تقدر تستخدمها بالباص، تقدر تستخدم المتروبوس، وحتى بالباخره تقدر تستخدمها. طبعا باخره مالت الدوله موجوده بمنطقه ايمينينو. هذا راح يوفر عليك مصرف كلش هوايه. وانت خاصة المواصلات هنا بتركيا حديثة، تقدر تستخدم هذه المواصلات عن طريق كارت المواصلات. هذه هي نقطة إيجابية. طبعا أنا راح أحكي لكم بدون ما استرسل بالكلام، راح احكي لكم واقع انه انا عايشه. كل ما اذكر نقطه راح اتكلم لكم عليها. النقطه الثانيه اتكلم لكم عن اللي ببالي يعني. النقطه الثانيه اللي هي تعتبر جيده، الاداريات. الجامعه، انه انت تريد تجي تسجل بالجامعه، راح تقدر تسجل. عملية سهلة جدا، ما راح تستغرق من عندك 5 إلى 10 دقائق. انت خلاص اعطوك رقم طالب، وصلت طالب بالجامعة. بس قبلها لازم تروح تدفع فلوس بالبنك وتاخذ لهم الوصل مالت الدفع وتروح للجامعة. في حال انه انت ما تعرف او كل شيء ما تعرف وما تندل، انه اني اقدر اسوي لك اياها، او ادز واحد من الشباب وياك ويساعدك يكمل لك كل اجراءات التسجيل والدفع البنك وبقية الامور. هذين الشغلات هن سهلة، تسهل عليك عملية قدومك هنا. مثل ما قلت، مجتمع جيد، مواصلات، التسجيل، حتى كبنى تحتية هنا، الشقق والبيوت على مستوى عالي جدا. وكل شغلة هي مو حلوة، غلاء بدأ يصير بتركيا أكثر من الطبيعي. يعني على سبيل المثال، مثلا إذا أكو شخص عايش هنا بتركيا قبل مثلا 5 أو 6 سنوات، من راح يجي هنا ب 2023 او 24، من يجي يعيش بتركيا راح يلقى انه تركيا غالية تقريبا 30 الى 40%. اكو شغلات اقل واكو شغلات اكثر، بس يعني بصورة عامة اكو غلاء في تركيا. ولكن الحياة، لا، الحياة جميلة جدا، الامور تمام، الوضع الامني جيد جدا وبقية الامور. بالنسبة لقبرص، هواي ناس حابة تروح لقبرص. وهواي ناس تسألني، يعني والله العظيم يمكن هسه بالماسنجر، يعني انا جاي احكي ناس تتصل وتدز، يمكن مئات الرسائل موجودة، وانا البارحة يمكن مصفي كل الرسائل. على العموم، ان هواي ناس جاي تجي تسألني، ممكن متابعين يشوفون هذا الفيديو ممكن يستفادون من هذا الفيديو. بالنسبة لقبرص، يعني اجواءها هادئة اكثر من تركيا او اكثر من اسطنبول. انا من كنت اتكلم سابقا عن اسطنبول. قبرص اجواءها هادئة جدا، ولكن اغلى شوية من تركيا. هناك الحياة حياة آه، حياة طلابية فقط. يعني تمشي بالشارع تلاقي بس طلاب، ما الواحد رايح فعلا يدرس. يعني هدوء، جزيرة هي صايرة بنص البحر، هدوء هناك كلش حلو. جامعة كلش كبيرة، يمكن جامعة تركب، يعني شلون عندنا جامعاتنا اللي موجودة بالعراق جامعات كبيرة، كذلك انه في قبرص
اكو جامعات كبيرة او جامعة شرق الأدنى بصورة عامة اللي هي عليها اقبال قوي، بها يعني بس طلاب، حياتهم عبارة عن طلاب، أجواء دراسية بحتة 100%. أما كمجتمع طلابي هم كذلك مجتمع طلابي بيها جيد جدا، موجودين من هواي دول. راح تلاقي أجانب، طبعا اللغة الإنجليزية سائدة عندهم هناك. راح تلقى أفارقة، تلقى من أوروبا، تلقى عرب، تلقى عراقيين. فجزيرة، هدف هذه الجزيرة هي تستقطب أكثر عدد من الطلاب. عدد نفوسهم قليل جدا، نفوس هاي الدولة أو هاي الجزيرة. يحاولون إنه يجيبون طلاب حتى تجي تدرس عندهم. طبعا يعني يكيفون بالناس اللي تجيهم. طبعا عكس تركيا، الجامعات التركية تريد أحد يجيهم، بس الحياة هنا شوية أصعب يعني. بينما بقبرص الحياة ممكن أصعب من حياة تركيا، ولكن انه الدولة جدا حريصة ومهتمة على انه تريد ناس يجون يدرسون عندها. بها جامعات على مستوى عالي، الأمان هناك كذلك انه هو جيد جدا. المواصلات تركيا اكيد افضل مواصلات، لان هم ما عندهم كثافة سكانية، فتلاقي انه المواصلات فقط جامعية، والنقل شبه مجاني موجود على حسابك، على حساب الجامعة عفوا. ولكن تعطيهم بالبداية قبل ما تسجل، تعطيهم يعني من 300 إلى 500 دولار. هذه تعتبر إلك تستخدم مرافق الجامعة، تستخدم المواصلات وبقية الأمور. الحلو بالموضوع بقبرص يعني الناس جاي تنجذب القبرص بالفترة الأخيرة، خصوصا من العراقيين. أكو 3 نقاط مهمة. أول نقطة إنه الناس جاي تجي عليها لأنه وزارة التعليم العالي العراقية اعترفت بالجامعات القبرصية، ومنها جامعة شرق الأدنى. بينما بتركيا لا، راح تلاقي بس فقط جامعة، هي جامعة باكر شهير. أكو احتمال يضيفون جامعات ممكن، بس أنا جاي أتكلم بالوقت الحاضر. هذه شغلة. الشغلة الثانية، الأقسام الطبية بقبرص يعني مستشفيات على مستوى عالي من ناحية التجميل والجراحة وهالأمور هذه. الطالب اللي يصير طالب يطبق بالمستشفى، يطبق بالمستشفى على مستوى عالي، والأجور منخفضة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال تدرس انت طب بشري 10,000 يورو أو 11,000 يورو، 10,500 يورو. بينما انت بتركيا راح تلاقي السعر فيه 2. تلقاها اقل جامعة بتركيا درس الطب، اقصد باللغة الانجليزية، درس طب هي ب20,000 دولار. 20,000 دولار بتركيا. بينما بقبرص تلقاها 10,000 10,500 يورو. هاي مفارقة. كذلك الطب الأسنان، الصيدلة تلقاها ب4,500 دولار، يعني رخيصة جدا، أرخص من تركيا. فتلاقي إنه العراقيين أو العرب دي يروحون القبرص يدرسون أقسام طبية. طبعا مو بس البكالوريوس، بها قسم اسمه هندسة نفط، همين أجور الدراسة مالته 2,600 دولار. تقدر تدرس تمريض هم كذلك بيها، يعني زينة. والشغلة الثالثة والأخيرة المهمة والحلوة بقبرص، إنه تقدر تدرس أقسام باللغة العربية. يعني ما يحتاج لا لغة من عندك ولا اختبار لغة ولا أي شيء. تجي أنت من بلدك تحضر الأوراق، دبلوم وترانسكريبت، يعني الوثيقة الجدارية والوثيقة والمدرجات، وتجيب جوازك وتسجل يوم، وثاني يوم تصير أنت طالب بالجامعة، وتحصل على إقامة الطالب تدرس داخل هذا البلد. أقسام باللغة العربية، أقسام باللغة العربية موجودة هواي أقسام: إدارة أعمال، علاقات دولية، وعلوم سياسية، قانون عام وقانون خاص. موجود كذلك اقتصاد، مالية ومصرفية، يعني هواي أقسام موجودة بيها. والأساتذة هم يعني زينين ومسهلين ومتعاونين جدا جدا ويا الطالب. إذا احتاجت شيء من يعني خفاني نسيت فد جزئية أو نسيت فد نقطة إنه أنا أتكلم لكم بها عليها. إذا أنت احتاجت شيء بالدراسة بتركيا أو بقبرص، أنا وبقية الأخوان موجودين بالواقع، موجودين شبه يوميا بالجامعات، سواء كانت القبرصية أو الجامعات التركية. أنت ما عليك سوى أنه تتواصل وياي، وأنا راح أخلي لكم رقمي أسفل الفيديو، وتقدر أنت تتواصل وياي، وأنا راح أساعدك من أول يوم. أنت نويت تجي تدرس، تراسلنا عن طريق الواتساب أو عن طريق الماسنجر أو عن طريق بيجاتنا، انه انا راح نساعدك ونقوم لكم بالواجب الى ان تصير طالب بالجامعه وتصير اخونا وزميلنا. حاول تتواصل وياي،
واني اساعدك. تحياتي لكم واتمنى لكم كل التوفيق. مع السلامه.